قدرني وقول لي كلمة حلوة لاني فعلا استحقها. يا صباح الفل وحلقة جديدة من وانت نازل الصبح. ويعني بقالي كتير عايز اعمل وانت نازل الصبح، وكل مرة تحصل حاجة، مرة عاصفة، مرة اجازة، مرة مش عارف ايه، فاستنيت الوقت المناسب. والنهاردة جاي اتكلم على صفة او جاي اتكلم على حاجة هي ممكن تبان بسيطة للناس، ولكن هي في الحقيقة انا بشوف ان هي وراها حاجات كتيرة قوي. وفعلا انا دورت ورا الموضوع ولقيت انه لا، الموضوع ده فعلا وراه حاجات كتير. لو جيتوا بصيتوا في الناس اللي حواليكوا، يعني في الدايره بتاعتنا، في معارفنا، في القرايب، في الشغل، في الصحاب، في كله، هتلاقي ان في ناس بتحب تدي كل واحد حقه قوي، وتحب ان هي تنادي الناس بألقابها. يعني مثلا الدكتور يقول له دكتور، المهندس يقول له مش مهندس، الى اخره. ويحترم مكانة الشخص، ولو حد شاطر في حاجة مثلا فتفضل تقول عليه كلام كويس بقى، سواء قدامه او في ظهره. يعني زي ما قلت، حد شاطر في شغله او محترف فيه فيحكي عنه ويتباهى بيه قدام الناس. حد عنده موهبة فيبتدي يذكرها ويقول على او يديها قيمتها ويحكي عنها. فالسؤال اللي انا دايما بسأله هو ايه نوع الشخص اللي بيعمل كده ده؟ يعني الشخص اللي بيعمل الحاجات دي بيعملها ليه؟ يعني ايه جواه بيخليه حريص على الموضوع ده؟ لأن انا بشوف ناس عندها حرص على الفكرة دي، حرص ان هو يدي الناس قدرها، او ان هو بالعامية بتاعتنا يعني ان هو يقدر الناس. اللي انا عايز اقوله انه هو على فكرة مش كل الناس بتعرف تقدر، وفي فرق كبير جدا. عشان بس قبل ما انسى، في فرق كبير ما بين انه حد بيقول كلام حلو عشان مصلحة، ان انا مثلا بجاملك او ان انا بقول لك حاجة عشان عايز منك حاجة، وبين حد عنده احترام حقيقي للناس. النوع التاني ده اللي هو عنده احترام حقيقي للناس، شايف ان كل واحد له قيمة، كل واحد له فاليو، وان التعب اللي هو بيعمله او المجهود اللي بيبذل ده هو لازم يتشاف. يعني من الاخر، فلان ده مجتهد، فالاجتهاد لازم نتكلم على الاجتهاد. الناس اللي تستحق لازم تاخد حقها في الكلام الحلو، لازم تديها اللقطة، اديله اللقطة بتاعته زي ما بنقول. فأنا بشوف انه ده في حد ذاته ذوق، تربية، رقي، ليه مسميات كتير. لان احنا الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ده بسهولة جدا تلاقي ناس بتقلل من غيرها بكل سهولة، او ان هو عايز اقول لفظ يسترخص مجهود حد، او ان هو يعني يبخل كده عليه بكلمة التقدير. هي الكلمة دي مش تاخد منك حاجة يعني. فبقى نادر قوي انك تلاقي شخص بيعرف يقول للناس السلام عليكم يا جماعة، والله انتوا تستحقوا، يا جماعة والله اتفضلوا، مساء الخير، ده حقكم. طبعا ده مش يعني موجود، بس قليل جدا، يعني مش موجود الا من رحم ربي يعني. فاللي انا عايز اتكلم عنه هنا هي انه الشخص ده او الناس دي هو مش مجرد شخص ذوق وبس، لا. علم النفس بيقول الناس دي ممكن يكون عندها حس عالي جدا تجاه التقدير والاعتراف بالفضل. يعني في شخص اول ما يشوف حد شاطر ما يقدرش يسكت، يعني ما يعرفش يعني يكتبها جواه، او اللي هو يضحك الضحكه الصفرة دي ويقوم عامل لك الله لا، هو يقول لك بصراحه الشخص ده جامد. يشوف حد تعب مثلا او عمل مجهود كبير يبقى حريص انه يعترف بتعبه. يشوف حد عنده مكانه معينه فيبقى مهم عنده جدا انه يناديه باللقب اللي يليق بيه. حد مثلا حقق انجاز معين، حد مش عارف ايه، حد. واحنا هنا على فكره الناس بتعملها برضو بشكل فيه شيء من الفطره. يعني تلاقي واحد بيقول النجم راح، النجم جه، اللي مش عارف ايه حصل. الناس بتحاول تعملها مع بعضها، كل واحد بفطرته، او كل واحد يعني بالفطنه يعني اللي عنده. لو جيت بصيت على الموضوع ده هتلاقي ان الشخص اللي بيعمل كده ده عنده انصاف. يعني هو ما بيحبش ان هو يبخس حق حد. طبعا عنده ذكاء اجتماعي. لو جينا اتكلمنا على فكرة الذكاء الاجتماعي، انه عارف يقدر، يعني عارف ان الكلمة الصغيرة ممكن فعلا تعمل اثر كبير قوي. تالت حاجة، ودي بصراحة انا شايف ان هي اهمهم، انه شخص عارف قيمة ان الانسان يحترم. ان انا احترمك دي حاجة ليها قيمة عالية جدا جدا جدا. بس هنا السؤال اللي احنا عايزين نسأله، او النقطة اللي انا عايز اتكلم فيها، انا بقدر الناس عشان انا طبعي كده، انا اتولدت كده، ولا عشان انا نفسي كنت محتاج التقدير ده؟ ودي نقطة بقى انا عايز اقول، يعني هي نقطة، وقبل ما اكمل كلام فيها، هي مش ضعف يا جماعة، هي نقطة بس يعني عميقة شوية جوانا كلنا. لان اوقات كتير الناس اللي بتدي غيرها الكريدت او القيمة بيبقوا هم نفسهم في وقت من الاوقات ما حدش اداهم القيمة الحقيقية بتاعتهم. فانت بتطلع بتكبر جواك احساس قوي جدا ان التقدير ده قد ايه هو حاجة مهمة، والاحترام مهم، وان انا اعترف لك بمجهودك. بقول لك يا باشا والله انت عملت 1 2 3، انت تسلم ايدك وتشكر على ده. الاعتراف بالمجهود ده شيء مهم جدا. فانت غصب عنك وتلقائيا بتلاقي نفسك انت حريص قوي 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 انك ما تكررش ده مع الناس. لان الاحساس ده
في يوم من الايام هو وجعك، فانت مش عايز ده يتكرر مع حد تاني، حد انت يعني حتى لو انت حد ما تعرفوش، بس يا اخي انت مش عايز حد يشعر بده. فانت ممكن تكون بتدي الناس حقها لانك عارف كويس قوي احساس ان حد ما يشوفكش، او احساس ان حد يعني عايز اقول ايه، انك تعمل مجهود كبير. انت بتعمل مجهود وبتعمل يعني مثلا انت في شغلك بتشتغل عندك ضمير وعارف ان ده الصح وعارف بس محتاج تسمع كلمة شكرا، لا مانع يعني من الموضوع ده. عايز اقول لكم انه كل اللي انا بحكي فيه ده ممكن يبقى حلو قوي وحاجة جميلة جدا وعظيمة جدا، بس ممكن يكون متعب ازاي او متعب امتى؟ وانتوا واكيد طبعا ناس كتير من اللي بتسمع فهمت انا اقصد ايه، ان انت ممكن تكون بتعلي الناس قوي وبتقلل من نفسك، تدي قيمة للكل وتيجي على نفسك. فطبعا يعني عايز اقول لكم على حاجة، ده بيحصل اكتر من الناس ما تبقى متخيلة. انت لو دخلت على واحد سلمت عليه وابتسمت له ممكن تلاقيه قلب عليك. ليه يا معلم قلبت عليا؟ ما انا لقيتك كتكوت وحلو وطيب فانا هقلب عليه. لا طب ليه؟ فاحنا اللي عايزين نقوله ان انت ممكن تلاقي شخص محترم جدا وراقي جدا وذوق جدا بيعرف يقول للناس كلها كلام حلو جدا، لكن بيجي على نفسه هو ما بيعرفش يشوف نفسه بنفس القيمة. عارفين احنا عندنا حتى مشكلة ودايما بنتكلم فيها مع بعض، يقول لك يا اخي حب نفسك شوية. خلينا نتفق انه التقدير الحقيقي مش بس ان انت تقول للناس كلام كويس او يعني او ان انت تقدرهم، لا، التقدير الحقيقي انك تبقى عادل مع نفسك. يعني يا سيدي ماشي اوكي يلا يعني تعالى نحترم الناس ونقدرهم ونقول عليهم كلام حلو جدا، بس في نفس الوقت ما تنساش انك انت كمان تستحق نفس المعاملة. أنا والله بعاملك بشكل طيب وبشكل فيه من النبل ومن الرقي، فأنت حضرتك المفروض تعمل معايا نفس اللي أنا بعمله معاك بالظبط. ويمكن السبب الرئيسي في إن أنا بتكلم في الموضوع ده النهاردة هو إن الدنيا ناقصها ناس بتقدر. بجد والله ناقصها ناس لما تشوف بني آدم ناجح ما تقولش بس غسيل أموال أو إنه محظوظ. لا، احنا عايزين ناس تيجي تقول يا جماعة والله الراجل ده تعب ووصل. الناس لما تشوف حد موهوب ما تغيرش، او مش ما تغيرش، غير عادي وحاول تعمل حاجة كويسة، بس نرجع نقول الراجل يستحق. ما نقولش بص ايه التفاهة دي، والله هو رزقه كده. خلي بالكم من حاجة، ناس كتير قوي وحوالينا يعني في اصحابنا تلاقي ان هو كل اللي محتاجه ما هو مش عايز فلوس ولا عايز شهرة ولا عايز حد يقعد يسقف له ويطبل، لا هو عايز بس حد يشوفه، حد يقول له باشا انا شايف تعبك، باشا والله بص احنا 5-6 بس مقدرين مجهودك، باشا والله انت تستحق تكون موجود في مكان احسن. على فكرة انا انا في شغلي طبعا الفلوس مهمة جدا، ولكن لما حد بيقول لي انت تستحق كذا او يعني يقول لي كلام كويس انا بكون بصراحة مبسوط جدا. خلي بالكو ان الكلمة دي بتفرق اكتر ما احنا كلنا بنتخيل. يعني انت ممكن جملة منك بسيطة جدا ممكن ترجع ثقة حد في نفسه، تقدير بسيط يخلي حد يكمل، حتة كده حتة احترام منك وحتة جنتلة منك وتقدير منك تريح بني ادم كان فاكر ان والله انا قاعد يا عم اصلا بدن في مالطا محدش يسمع عني ولا حد عارف بيا ولا حد عارف انا بعمل ايه ولا حاسس بالمجهود اللي انا بعمله ولا شايف اللي انا بعمل بيه. انت تيجي تقوم مديله كلمة كده تفوقه وتعرفه ان لا اللي بيعمله ده مهم. فلو انت من الناس اللي بتحب تدي كل واحد قدره، شكرا ليك والله عشان دي صفة جميلة جدا، بس افتكر ما تبقاش كريم في التقدير مع الناس وبخيل بيه على نفسك. انا عايز اقول لكم على حاجة، انت ممكن تدي الناس حقها وتقول كلام حلو للناس بس انت بتيجي على نفسك. انا عايز اقول لكم على حاجة، موقف انا عمري ما انساه. كان في ليا صديق بيسألني بشتكي له من حد، يعني بقول له ده فلان عمل معايا كذا، قال لي طب وانت ليه ما تعملش معاه كده او ليه انت ساكت على دوت؟ قلت له والله هو من طرف فلان ده شخص عزيز علي جدا يعني. قال لي طب ما انت كمان من طرف فلان. قال لي انتوا الاتنين عارفين بعض عن طريق نفس الشخص، ليه انت مقدر وهو مش مقدر يعني؟ فقال لي لا انت لازم انت كمان تتعامل بهذا يعني من هذا المنطلق يعني. وفعلا انا بصراحة عملت كده وشكرته او بشكره من جوايا جدا، لان وقتها انا ارتحت، حسيت ان الدنيا اسهل بكتير. انا خلصت حلقتي بس عايز اسالكم سؤال، انتوا بتقدروا الناس عشان بتحبوهم ولا عشان بتحبوا فكرة التقدير نفسها؟ وجواك او جوانا بقى كلنا نفسنا تتردلنا. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله من وانت نازل الصبح. السلام عليكم.